بيبدأ الفيلم بواحد اسمه يحيى واللي بيكون رايح يتقدم لوظيفة جديدة، والاتش ار بيسأله كده شوية أسئلة وبيقول له هو انت ليه اشتغلت في 4 شركات ومشيت منها في وقت قصير؟ ويحيى بيقول له انا بحاول اطلع خبرتي في شغلانة معينة بس مش لاقي. بس بيطلع كلام يحيى كله كدب في كده، لأنه في آخر الشغلانة كان بيزعق واترفد علشان اتخصم منه 400 جنيه. والاتش ار بيقول له طب ايه علاقتك بمديرك؟ ويحيى بيقول له ده علاقة ود ومحبة، ده حبيبي ده اخويا. وبنرجع فلاش باك للشغلانة اللي قبلها وهو كان عاوز يضرب المدير لأن المدير رفضه من الشغل لأنه ما بيشوفش شغله. والاتش ار بيقول له طب ايه رأيك لو المرتب بتاعك 10000 جنيه؟ ويحيى بيقول له قشطة، ده مرتب يكفي أسرة وأنا عايش أصلا لوحدي. وبيبان عليه اللي هو ما بيبقاش راضي على المرتب ده. وبنروح للشخصية تانية في الفيلم واللي هو بيكون سليم وبيبقى راكب مع خطيبته غدا العربية، وسليم بيقول لها سوقي براها علشان مش عارف أصمم اللعبة دي. وبنعرف إن سليم بيبقى بتاع برمجيات وبيعمل ألعاب وكده، وبيتخانق مع غدا وبيقول لها به انت ما بتعرفيش تسوقي. وغدا بتقول له انا ما بعرفش اسوق وبتوقف العربيه وبتقول له انزل يا حيوان. وسليم بيقول لها بطلي بقى به سوق يلا. وغدا بتقول له والله لا انت نازل، وبتفضل تزعق. وسليم بيفتكر اول مره اتقابلوا فيها وكانت في المحاضره لما غدا قالت له معاك مذكره بتاعت امبارح. وسليم بيقول لها انت بتكلميني انا؟ وغدا بتعرف انه عبيط واول مره يكلم بنت، وبيعجبوا ببعض وعلاقتهم بتتطور لحد ما بيتخطبوا. وبيرجع للحاضر وغدا لسه بتقول له انزل، وسليم بينزل وغدا بتجيله تاني من العربيه وبتقول له خلاص اركب. وسليم بيقول لها كل مره تعملي كده والله ماني راكب، وبيسمع صوت الكلاب وبيركب تاني. وبنروح ليحيى واللي بيكون في الشغل الجديد وبيطلع علشان يشرب سيجاره، وزميلته بتطلع وبتقول له يلا الاستراحه خلصت. ويحيى ما بيبقاش عاوز يعرف حد انه بيشرب سجاير، وعشان كده كان كاتم السيجاره في بقه. وبيخش الشغل وبيشوف المدير وبيعمل نفسه بيتكلم في التليفون على اساس انه شغال طول الوقت يعني وكده. والمدير بيقول ليحيى اسكت، ما تعرفش كنت قاعد مع مين امبارح؟ ويحيى بيقول له مع مين؟ والمدير بيقول له كنت قاعد مع جعفر العمده. وبنعرف من شخصيه المدير انه هايف، ويحيى ما بيبقاش طايقه. والمدير بيقول له احنا طالعين رحله بالليل وعاملين حسابك. ويحيى بيقول له والله ما اعرف اجي اصل جدي ميت امبارح. والمدير بيقول له مش كان ميت الاسبوع اللي فات؟ ويحيى بيقول له لا ده كان جد مامتي. والتليفون بتاع يحيى بيرن ويحيى بيقول للمدير الجماعه بيرنوا عليهم عشان اجي. والمدير بيقول له تمام. وبيطلع اللي بيرن عليه محامي بيقول ليحيى تعالى بسرعه. وبنروح لسليم واللي بيكون بيقدم لعبته لصاحب شركه العاب علشان يشتريها منه، وبيشرح له اللعبه واللي هي بتكون عباره كده عن لعبه زي صبواي. وصاحب الشركه بيقول له انت عاوز الاطفال يسيبوا بابجي ويلعبوا اللعبه ديت؟ وسليم بيقول له على فكره اللعبه فيها مستويات. وصاحب الشركه بيسال صحاب سليم عن اللعبه وبيقول لهم ايه رايكم في اللعبه دي؟ وصحاب سليم بيقولوا زي الخرا. وصاحب الشركه بيرفض اللعبه. وسليم بيطلع وبيفضل يعاتب في صحابه لانهم قالوا ان اللعبه وحشه، ولو كان قالوا انها حلوه كان زمان وافق. وبيمشوا وتليفون سليم بيرن وبيطلع المحامي بيقول له تعالى انت كمان بسرعه. وسليم بيروح للمحامي بيقول له عاوز ايه؟ والمحامي بيقول له استنى في واحد جاي دلوقتي وهتعرف انا عايزك ليه. وبيطلع يحيى وسليم بيتفاجئ لما بيشوفه. والمحامي بيقول لي يحيى مش محتاج اعرفك على ابن عمك. وسليم ويحيى بيبصوا لبعض وبيفتكروا خناقاتهم زمان وبيكونوا مش طايقين بعض. والمحامي بيقول لهم دي شهاده وفاه عمكم. ويحيى بيقول له هو مات؟ طب الحمد لله. بص بقى يا عم انت لو عاوزنا ندفنه ما احناش دافنينه. وسليم بيقول للمحامي اوعى يكون عليه ديون اصل احنا مش هنسد ديونه. وبيسيبوه لسه هيمشوا المحامي بيقول لهم عمكم سايب لكم ورث. وبيرجعوا يقعدوا ويحيى بيقول الله يرحمك يا عمي كان طيب. والمحامي بيقول لهم ده جواب كان سايبه لكم. ويحيى بيفتحوا بيقراوا بيبقى كاتب لهم فيه بص يا ابني انت وهو هتروح البنك هتلاقي خزنه هناك افتحها بالبطاقه بتاعتك انت وابن عمك وهتلاقي ورثكم اللي هو 17 مليون جنيه، يعني نص ليك ونص لابن عمك. وسليم بيقول حبيبي يا عمي. وبيركبوا الاسانسير عشان يروحوا. ويحيى بيقول له هتبقى مليونير يا ابن سلسبيل. وسليم بيقول له ما تجيبش سيره امك على لسانك علشان ما تجيبش سيره ابوك. ويحيى بيقول له سيب الميتين في حالهم علشان ما تطلعش سلسبيل امك. وبيتخانقوا في الاسانسير. وسليم بيروح لخطيبته غدا وبيقول لها على اللي حصل وبيقول لها قولي بقى لابوك وامك لان انا عازمهم على غدا في اغلى مطعم في مصر. وغدا بتقول لا يا عم خليها في اي مطعم كده وخلاص. بس سليم بيبقى مصر وبيقول لها انت عايزين اتعرف على ابوكي سياده اللواء على عربيه فول وطعميه؟ بيقول لها خلاص يا بيه خطيبك بقى مليونير. ويحيى بيروح للمدير وبيقول له بص يالا انا ما عدتش عايز اشتغل في الشركه المعفنه دي تاني. والمدير بيقول له طب انت بتتكلم كده ليه بالراحه؟ ويحيى بيقول له والمرتب اللي انت بتديله ده تبقى حطه في عربيتك بنزين وانت رايح الساحل. بيقول له وش امك دي لايق عليه بتاعها اوشي مش مدير مكان خالص. وبيسيبه ويمشي. وبيروح البنك علشان ياخدوا الخزنه وسليم بيفتحها وبيلاقي جواها جواب ومفتاح. والجواب بيبقى مكتوب فيه بص يالا انت وهو هتروحوا العنوان ده وتفتحوا الجراج بالمفتاح اللي معاك وتحركوا العفش من مكانه وتبصوا تحت وما تلمسوش اي حاجه تانية. ويحيى بيقول لسليم عمك ده راجل ابن. وبيركبوا وبيروحوا العنوان وبيفتحوا الجراج بالمفاتيح اللي معاهم. وبنلاحظ ان فيهم مفتاحين، مفتاح ما فتحش الجراج والمفتاح التاني فتحه. وبيخشوا جوه الجراج وبيفتحوا العربيه وبيقعدوا يدوروا على الفلوس وبيفتحوا صندوق وبيلاقوا فيه اكياس بيضه. ويحيى بيشم بيقول له والله نمشي. وسليم بيقول له نمشي لا هو ايه ده؟ ويحيى بيقول له ده حشيش. وبيقفلوا الجراج وبيرجعوا تاني.
ويحيى بيروح للمدير وبيقول له ابوس ايدك المعلم بتاعنا ده اللي مدلعنا، والمدير بيقول له اطلع بره يالا وبيزعق. ويحيى بيقول له طب ماشي، طب حد بقى بقيت مرتبي. والمدير بيقول له تبقى عدى على الشركه كمان يومين وخدهم. ويحيى بيقول له سهله يا عم. وبنروح لسليم الغلبان واللي بيكون قاعد في اغلى مطعم وعمال بيقول يا رب ما يجوا، وبيلاقوهم داخلين عليه وبيقابل ابو غدا وبيسلم عليه وبيقعدوا مع بعض. وابو غدا بيساله وبيقول له وانت شغال ايه؟ وسليم بيقول له انا بعمل العاب وكده. وابو غدا بيقول له طب الشغلانه دي لها اجر ثابت؟ وسليم بيقول له لا، لو اللعبه نجحت عليه ياخد فلوس كتير. وابو غدا بيجي له تليفون وسليم بيقول لغدا انت ابوك لواء في ايه؟ وغدا بتقول له اكبر لواء في مكافحه المخدرات. وسليم بيقول لها صباح النور. وابو غدا بيفضل يبص له بصات شك كده. وسليم بيقول له اروح الحمام علشان عاوز بس يعني اعمل ماشي. وسليم بيخش الحمام وبيقول يا نهار اسود. وابو غدا بيخش عليه وبيقول له بص يالا انا مش مستريح لك، بس بنتي بتحبك ومش عارف ليه، وان سمحت ان هي زعلانه منك انا هزعلك. وبيسيبه ويمشي. وسليم بيروح البيت وبيلاقي اصحابه لموا له الشنط بتاعته وبيقولوا له ما ينفعش تكمل معانا لانك ما بتدفعش فلوس الايجار ولا الميه، وان في حد هيجي مكانك وهيدفع فلوس اكتر. وسليم بيقول لهم انتوا بتتكلموا جد والله؟ وبيصروا على كلامهم. وسليم بينام في العربيه. وبيجي تاني يوم وسليم ويحيى بيروحوا للمحامي. وسليم بيقول للمحامي هو عمي موضح لكاش الورث ده ايه؟ والمحامي بيقول له لا ليه؟ ويحيى بيقول له اصل الورث دوت بضاعه. والمحامي بيقول له سهله، بيع البضاعه واحسن لكم كمان لان البضاعه بتزيد عن اليوم اللي قبله. وسليم بيقول له بس ما ينفعش، ولسه يقول له على نوع البضاعه. يحيى بيقول لسليم خلاص اي بضاعه بتتباع. وبيطلعوا وسليم بيقول له ايه اللي انت قلته فوق ده؟ ويحيى بيقول له سهل هنبيع الحشيش. وسليم بيوقفه بيقول له انت هبل انت عاوز نبيع مخدرات؟ ويحيى بيقول له ناقص تقول لهم ان البضاعه في المخزن. وسليم بيقول له خلاص اشتغل انت ولما تخلص ادينا حقي. ويحيى بيقول له دي بقى عند سلسبيل. وسليم بيقول له بس احنا كده هنبقى تجار. ويحيى بيقول له افهم يا هبل، التاجر بيبيع اكتر من 10 مرات، احنا بقى هنبيعها مره واحده بس وهناخد فلوسنا ونقفل الموضوع. وسليم بيقول له اكيد في حل تاني. ويحيى بيقول له اجيب لك عربيه واشتغل بتاع تاكسي وتمرمط يوم كامل علشان خاطر 200 جنيه. وبيسيبه ولسه هيمشي سليم بينادى عليه وبيقول له انا معاك. ويحيى بيقول له هو ده ابن عمي. وسليم بيقول له بس في حاجه لازم تعرفها، انا حمايه اللي هو مكافحه مخدرات. ويحيى بيقول له طب سلام بقى يا ابن سلسبيل. وبيروحوا لواحد اسمه تاكسي علشان يبيع لهم البضاعه. وبيقول لهم لازم ان البضاعه دي تتقطع كويس وتتوزع، وعلى ما اظن الحته ماشيه اليومين دول ب 16. والموكش بيقول له ب 17 يا تاكسي. والبوكش بيقول للموكش كلامه صح. والتوكش بيقول له انا بايعها ب 18 من ساعتين. وتاكسي بيقول لهم خلاص هبيعها لكم زي ما الموكش قال، هكلم لكم واحد صاحبي يشتري منكم كل البضاعه. وبيقول لهم بس الكلام ده ما يطلعش بره. وسليم بيفتكره بيضحك وبيقول له يخرب بيتك موتني من الضحك. وتاكسي طلع مش بيهزر. ويحيى وسليم بيرجعوا للجراج وبيركبوا العربيه وبيروحوا المقر بتاعهم وبيرتبوا البضاعه وبيحسبوا البضاعه دي هتجيب لهم كام، وبيحسبوها وبتطلع 17 مليون بالظبط. وبيتفقوا مع تاكسي على الميعاد. ويحيى بيقول لسليم روح بقى وتبقى تعالى لي بكره. وسليم بيقول له تمام انا هنام في العربيه. ويحيى بيقول له هتنام في العربيه ليه؟ وسليم بيقول له اصل انا اتطردت من البيت. ويحيى قلبه بيطيب وبيقول له تعالى بات معايا في البيت اليومين دول. وسليم بيقول له ما هي ناقصه ابات معاك انت. ويحيى بيقول له خلاص. وسليم بيقول له يا عم بهزر معاك. وبيروح البيت وسليم بيشوف البيت وبيلاقي البلكونه طلع على الدائري. وبيروح يقول ليحيى ايه البيت ده؟ ويحيى بيقول له بص يا عم لو هتعيش معايا مش عايز احس بيه، يعني ولا تقول لي المواعين ولا البيت منعكش ولا الكلام ده. وبيقول له صحيح كوبس الكهرباء ده اوعى تتك عليه. وسليم بيقول له ليه يعني؟ ويحيى بيقول له علشان لو اتكيت عليه هتتكهرب وتموت، والاوحش بقى نور الصلاه هيتفصل. وسليم بيقول له ده الاوحش. ويحيى بيقول له بالنسبه لي. وبيخشوا علشان يناموا. وسليم بيقول له ايه سرير الاطفال ده؟ ويحيى بيقول له ولا انا مش جاي معايا بيومي فؤاد مش كل شويه افيه. وبيقول له ما تنام في عربيتك احسن. وسليم بيقول له خلاص يا عم كنت بهزر. وبيناموا. وسليم بيقول ليحيى 17 مليون يعني كل واحد فينا 8 مليون ونص، ده انا هشتري حاجات. اول حاجه هشتريها عربيه مرسيدس. وبعدين ويحيى بيقول له خلاص وبعدين انت فاكر نفسك في 2017؟ وسليم بيقول له ياه كانت ايام حلوه. وسليم بيقول له ليحيى طب انت هتعمل ايه بالفلوس؟ ويحيى بيقول له لو مسكت الفلوس ديت هستثمرها في شغل عشان اكسب كتير. وبيلاقي سليم بياخد ويدي معاه في الكلام وبيقول له نام بقى يلا، بس السرير هو اللي بينام عليه. وبيجي اليوم التاني علشان يبيعوا البضاعه. وبيوصلوا والتاكسي بيقول لهم محدش يتكلم مع اي حد. وبيقابل ابو الغالي اللي هيشتري منهم البضاعه. وتاكسي بيقول له اخويا الكبير اللي مربيني. وابو غالي ما بيبقاش عارفه اصلا وبيقول له اقف على جنب يلا لحد ما يجي دارك. وابو غالي بيتريق عليهم. ويحيى بيقول له هتشتري ولا هنمشي؟ وابو غالي بيرفع المسدس عليهم. ويحيى بيكذب وبيقول له احنا مش لوحدنا وفي ناس بره، ولو اتاخرنا اكتر من 10 دقايق هيجوا ويهدوا على المكان على اللي فيه. وابو غالي بيخاف وبينزل المسدس وبيحاول يتوه في الموضوع وبيقول له ما توريني كده عينه. وبيشوفها وبيقول له تمام هشتري البضاعه كلها منك، بس بتيجي ناس وبتضرب عليهم نار وفي حد بيولع في شجر البنك والريحه بتتقلب وكلهم بيشموا الريحه ودماغهم بتطير في السما. ويحيى وسليم بيطلعوا بيقابلوا اتنين وبيثبتوهم.
ويحيى وسليم بيضحكوا معاهم، والرجاله بيحبوهم وبيسيبوهم يعدوا، وبيروحوا وبيقعدوا يفكروا ازاي هيصرفوا البضاعه دي. وسليم بيجيله فكره كده وبيقعد يشتغل عليها. ويحيى بيروح الشغل وبيقابل زمايله، وبيقول له في واحده اسمها داليا صاحبه الشركه الجديده جت ومصره انها تمشي حد من الشركه. وسليم بيروح يحيى الشغل وبيقول له عندي فكره طرش، وبيقول له احنا هنبيع البضاعه دي اونلاين عن طريق لعبه، هنحط فيها البضاعة والمشتري يكتب اسمه وعنوانه ويبعت لنا فلوس كاش، وهنجيب دليفري هيروح لأقرب مكان للمشتري وهيحطوا البضاعة في مكان معين قريب من اللوكيشن بتاعه، وهيصوروا المكان اللي هو حاطط فيه البضاعة، والمشتري يروح ياخد بضاعته. وبكده ولا هو شافنا ولا احنا شفناه، وهنقدر نكسب ضعف اللي هنكسبه. ويحيى بيوافق على الفكرة دي وبيقول له طب بالنسبة للحكومة؟ وسليم بيقول الحاجات دي بتتعمل من بره مصر، فصعب يجيبوا اللي ورا اللعبة دي، يعني لو عرفوا اخرهم يقفلوا اللعبة بس. وسليم بيقول له بس احنا محتاجين مكان للتكييس ومساحة واسعة، هنجيب المكان ده ازاي؟ ويحيى بيقول له سيب المكان ده عليا. وبيروحوا البيت ويحيى بيقول لسليم الشركة بتاعتي دي اصلا شركة شحن، وعندهم كذا موتوسيكل وعندهم مخزن كبير، يعني بكرة شركة شحن وبالليل نبيع بضاعتنا لانها بتقفل بالليل. وبالنسبة بقى للبت اللي ماسكة الشركة الجديدة ديت هخليها تحبني وتثق فيا. وسليم بيقول له بس عاوزين ناس للتكييس والتغليف. ويحيى بيقول له نبقى نروح لتاكسي، والتاكسي بيعجب بالفكره. وسليم بيروح لاصحابه بيقول لهم على الفكره وبيوافقوا، والتاكسي بيودوهم لبولندا الحارس اللي هيحرس لهم البضاعه، وبيودوهم لخميس واللي هيكون مسؤول عن المواصلات والدليفري، وعم صقر واللي هيكون مسؤول عن الكاميرات. وتاكسي بيودوهم لامه وخالته واللي هيكونوا مسؤولين عن التغليف والتكييس. وتاكسي بيبدا ان هو يعرف الناس عن اللعبه. ويحيى بيحاول انه يخلي بولندا وصقر يتقابلوا في الشركه. وبيجي الليل وبيبداوا ان هم يودوا البضاعه في مخزن الشركه. ويحيى بيقول لسليم هنسمي اللعبه ايه؟ وسليم بيقول له ايه رايك في سوكو سيكو؟ ويحيى بيوافق. وبيجي اليوم التاني بالليل وكلهم بيخشوا الشركه وبيبداوا يغلفوا وبيجهزوا الموتوسيكلات ويظبطوا الكاميرات. بس بتعدي الايام ومفيش ولا شخص بيخش اللعبه علشان يشتري. ويحيى بيجيب اخره وبيروح لسليم وبيقول له محدش فتح اللعبه ليه؟ وسليم بيقول له معرفش. ويحيى وسليم بينزلوا ضرب ببعض علشان الفكره دي ما نفعتش. وصاحب يحيى بيقول لهم في 3 دخلوا اللعبه، وفجاه بيبداوا يزيدوا. ويحيى بيقول لهم يلا كل واحد على شغله، وبيبداوا يشتغلوا وبيوصلوا البضاعه للناس، وبيبيعوا بضاعه اكتر عن اليوم اللي قبله. وبداوا الناس يتكلموا عن اللعبه والفلوس بتبدا انها تزيد. ويحيى بيبقى قاعد في الشغل وبتيجي داليا وبتقول له ما تيجي نروح نقعد في اي مكان. ويحيى بيوافق. وداليا بتقول ليحيى تعالى اعرفك على صاحبي كريم. وبنلاحظ ان يحيى بيبدا ان هو يغير عليها. وداليا بتروح تعرفه على كريم. وكريم بيقول ليحيى بتعرف في السكيت ولا انت بوت؟ ويحيى بيفتكر ان بوت دي شتيمه وبيقول له مين ده اللي بوت يالا؟ وداليا بتقول له خلاص هات له سكيت وخوذه. وبيطلع بوت فعلا وبيركبوا العربيه علشان يروحوا. ويحيى بيقول لها مش هتروحيني ولا ايه؟ وداليا بتقول له لا اصلا نسيت مفاتيحي في الشركه وهنروح نجيبها على السريع وبعدين هروحها. ويحيى بيقول لها قشطه. بتقول ايه؟ وبيقوم رنن على سليم بس سليم بيبقى في الطراوه. وبعد شويه سليم بيمسك تليفونه وبيلاقي يحيى باعت له رساله وبيقول له ان صاحبه الشركه جايه دلوقتي. وسليم والرجاله بيبداوا ان هم يستخبوا وبيستخبوا تحت البوفيه. وبولندا بيطلع علشان يستقبلهم وبيخشوا الشركه. وداليا بتلاحظ ان الكمبيوتر مفتوح بس يحيى بيلم الموضوع وبيقول لها دايما الواد حسن ابن بيسيب الكمبيوتر مفتوح. وسليم بيقول لهم هو خميس فين؟ وتاكسي بيقول له نايم جوه في اوضه التجمعات. وداليا بتخش عشان تاخد المفاتيح وبيجوا عشان يطلعوا بيوقعوا الكوبايه وبتعمل صوت. وداليا بتسمع الصوت. وسليم بياخد القطه من صاحبه وكانها هي اللي وقعت الكوبايه علشان داليا ما طلعتش حاجه. وداليا بتقول له يا نهار اسود انا نسيت الميك اب بتاعي في اوضه التجمعات. ويحيى بيقول لها قشطه خش بقى حتى عشان نمشي. وسليم بيطلع من ظهر داليا وبيقول ليحيى خميس نايم جوه في اوضه التجمعات. ويحيى بيقول لها خلاص اخش انا اجيبهولك. وبيخش يجيبه لها وبيمشوا وبيبداوا يبيعوا اكتر عن اليوم اللي قبله. وبتبدا الفلوس تزيد في ايديهم لحد ما في يوم واحد راح لواحد اسمه حنفي وبيوريه حته كده من بتوع يحيى وسليم. وحنفي بيقول له ده اكيد بتاعه البحيري. والبحيري ده بيبقى عم يحيى وسليم. وحنفي بيروح للمحامي وبيقول له هو البحيري فين؟ والمحامي بيقول له هو مات بس ولاد اخوه رسوه وانا عارف مكانهم. وبنروح لداليا واللي بتلاحظ ان سلك الكهرباء زاد عن الشهور اللي فاتت. وبتطلب انها تبص على الكاميرات. وبتلاحظ ان الكاميرات دي صوره ثابته علشان الساعه ما بتتحركش. وبنروح للشرطه واللي بتعرف قصه اللعبه. وفي واحد بيقترح ان هم يقفلوا اللعبه بس بيطلع صاحب القضيه ديت حمس ليه وبيقول لهم بالعكس سيبوا اللعبه دي شغاله لاننا كده هنعرف نجيبهم بسهوله ولاننا شكلنا بنتعامل مع ناس محترفه. وبنروح ليحيى وسليم واللي بيكونوا في اخر رواقته. وبيخش حنفي عليهم من البلكونه. وسليم بيقول له ده مش جزء من الدائري ده بيت. ويحيى بيطلع بيقول لسليم مش انا قلت لك يا بغل ما تجيبش حد هنا؟ وسليم بيقول له والله ما جبت حد ده دخل من البلكونه دلوقتي. وحنفي بيطلع لهم السلاح وبيقول لهم تعالوا معايا. ويحيى بيشوف كبس الكهرباء وبيقول لحنفي معلش بس اروح افتح المروحه. وحنفي بيقول له اقعد يابا هروح انا افتحها. وبيقوم متك على كبس الكهرباء بيجيله ارتجاج. وسليم ويحيى بيلفوه في شوال عشان يرموه. وسليم بيقول ليحيى خد انت ارميه لان غدا واهلها مستنيني في الشقه. ويحيى بيقول له لا يابا رجلي على رجلك.
وسليم بيروح البيت وبيبقى متسرع وبيقول لهم الشقه حلوه صح، يلا السلام عليكم. بس ابو غدا بيقول له خدنا معاك بقى علشان العربيه عند الميكانيكي. وسليم بيقول له تنور. وبينزلوا يركبوا العربيه وبيبقى يحيى على اخره، وبيبدا حنفي يخبط العربيه من ورا ويحيى بيشغل اغاني علشان ما يسمعوش الصوت، وبيقول لهم لازم نفرح بابن عمي، سقفوا بقى. سقفها لا. وغدا بتستغرب من اللي سليم بيعمله، وبيروحوا يتفاهموا مع حنفي، وحنفي بيقول لهم عاملين السيكو سيكو، وبيجري علشان يضربهم وبيعدي من وسطهم زي الطار، وبيقولوا لبعض وقال سيكو سيكو، وعرف عنوان الشقه الفلوس. وبيروحوا البيت وبيلموا كل الفلوس، بس حنفي بيجي لهم البيت وبيخبط عليهم، راجل محترم. ويحيى بيرمي شنطه على الكوبري وبينط وراه، وحنفي بيكسر الباب وسليم بيستخبى، وبيبداوا يدوروا عليهم، وسليم بيطلع من بابه وحنفي بيشوفه وبيجري وراه، وبيبداوا يطاردوا يحيى وسليم. ويحيى بيجيب اخره وبيرمي الشنطه الجنب التاني، بس ما بتجيش وبتقع جنب راجل شحات امه ده عيال، وبيمسكوا يحيى وسليم بيعمل حادثه وبيجيبوه هو كمان، وبيودوهم لحاتم حرفوش اكبر تاجر مخدرات في مصر، وبيقول لهم ان عمكم البحراوي كان شغال معاه، والبضاعه اللي معاكم ديت بضاعتي، وعمكم كان المفروض يبيعها ويديني فلوسها بس مات، وانا حبيت الفكره بتاعتكم دي وعلشان كده شغالكم معايا، وهتكسبوا ضعف اللي انتوا كنتوا بتكسبوه. وبيقول لهم بس لو البضاعه دي نزلت السوق هخليها لكم مفاجاه. وبيروحوا الشركه وبيفكروا هيعملوا ايه، وصاحب سليم بيقول لهم في واحد طلب اوردر وساب العنوان هنا، وبتخش داليا عليهم تبقى هي اللي طالبه الاوردر، وبتهددهم انها تبلغ الشرطه. وسليم بيقول لها ماشي كده كده هياخدوكي معانا لانك صاحبه الشركه، وبتقول ليحيى انها رمت كل البضاعه في الميه. وسليم لسه هيزعق لها، يحيى بيقول له امشي انت والرجاله دلوقتي وانا هتصرف معاها. وبتفضل داليا تقول ليحيى كلام يوجع القلب لحد ما يحيى كان لسه هيعيط، وبيسيبها ويمشي. وبيبقى سليم مستنيه بره، ويحيى بيقول لسليم انه ما عادش عايز يكمل في الشغلانه دي تاني. وسليم بيقعد يعاتب يحيى وبيقول له انا محتاج الفلوس دي علشان لسه عاوز اشطب البيت واعمل فرح. ويحيى بيلاحظ التغيير اللي حصل لسليم وبيسيبه ويمشي. وبنروح للشرطه واللي بيكونوا خدوا شويه صور لمكان حاتم حرفوش، وابو غدا بيشوف الصور وبيلاقي سليم موجود في الصوره، وبيقولوا له الاتنين دول جداد، وواحد اسمه سليم البحاري والتاني اسمه يحيى البحاري، وان سليم ده شغال في حوار صناعه الالعاب ويحيى شغال في شركه، وغالبا هم ضمت ولا لعبه سيكو سيكو. وابو غدا ما بيبقاش مصدق اللي شايفه، وبيروح البيت وبيلاقي سليم قاعد مع غدا، وبيقعد معاهم بيقول لسليم تعالى كده عاوزك جوه. وبيخشوا الاوضه وابو غدا بيقول لسليم شغال في المخدرات يا ابني. وسليم بيقول له ايه ده فهمك. وابو غدا بيقول له بص يالا انت تحاول تفسخ علاقتك بغاده بدل ما اقول لها انا انك تاجر مخدرات، ولما تخلص يبقى تعالى على المكتب. وغدا بيتنادى عليهم علشان ياكلوا، وبيروحوا ياكلوا، وسليم بيبص على غدا لانه زعلان انه هيسيبها. وبيروحوا علشان يشوفوا ما يشتروا آلة الجهاز، وسليم بيقول لغدا ما ينفعش نكمل مع بعض، وبيقول لها انه ما بيفكرش في الجواز دلوقتي. وغدا بتفتكره بيهزر، وسليم بيقول لها انا بتكلم جد، وبتقعد تعيط وبتقول له يعني ايه، وبتقول له انت اكيد بتهزر، وبيقول لها امشي يلا، وبتسيبه وتمشي وهي معيطه. وسليم بيروح يقعد مع ابو غدا وبيشرح له اللي حصل من اول الموضوع لغايه اخره. وابو غدا بيقول له انت تحاول تخليني امسك حاتم حرفوش متلبس بالبضاعه وانا هحاول اطلعك منها. وسليم بيقول له طب بالنسبه ليحيى ابن عمه. وابو غدا بيقول له لا لازم حد فيكم يشيل القضيه وانه ما ينفعش يعرف. وبيروح البيت ويحيى بيجي يتاسف له على اللي حصل، وبيقول له خلاص بقى يالا انا قعدت افكر كده وهشتغل مع حرفوش عشانك انت بس ما تزعلش بقى. وسليم بيبقى زعلان انه يتقبض عليه، وبيجي اليوم التاني عشان يروحوا مكان التسليم، وحنفي بياخد منهم التليفونات، وبيوصلوا حاتم بيقول لهم الاجهزه هي والموتوسيكلات هي، اي حاجه عاوزينها تاني تحت امركم. وابو غدا بيبقى متفق مع سليم انه اول لما يشوف حاتم حرفوش يبعت له رساله ويمشي من المكان في اقل من 10 دقايق. وسليم بيحاول يبعت الرساله من الساعه بس التليفون واخده حنفي، وسليم بيحاول انه يقرب من التليفون علشان الرساله تتبعت بلوتوث، وبيقدر انه يبعت الرساله. وبيروح علشان يهرب، وبيقول ليحيى انا رايح الحمام تيجي معايا. ويحيى بيقول له لا قشطه روح انت. وسليم بيقول له مش مزنوق يعني. ويحيى بيقول له لا روح انت بقى. وسليم بيحضنه حضنه الوداع، ويحيى بيستغرب من سليم. وسليم بيطلع بره والشرطه بتوصل للمكان وبتثبتهم، بس العساكر بتضرب عليهم نار وبيبداوا المدعكه. ويحيى بيقدر انه يهرب، وبيقابل حاتم وحنفي، وحنفي بيطلع السلاح ولسه هيموت يحيى. سليم بيجي بالعربيه وبيدوم حته كده جاكي شان. ويحيى بيقول لسليم انت قلت الحماك. وسليم بيقول له لا هو عرف لوحده. ويحيى بيقول له تمام انا كده هشيلها لوحدي. وسليم بيقول له ابسط يا عم هنشيل احنا الاثنين. ويحيى بيلاقيه فرحان وبيضربه وبيبداوا ضرب في بعض، والشرطه بتيجي تاخدهم وبيخشوا السجن وبيلاقوا سريرين فوق بعض. وسليم بيقول له عن اذنك انا اللي فوق. ويحيى بيقول له خش يا طفل. وبعد 3 سنين بيطلعوا من السجن، ويحيى بيبقى رايح يقدم لشغل جديد. ويحيى بيسمع عامله بتقول لواحد شيل الصندوق بالورق اللي فيه هتلاقي الحاجه تحتيه. ويحيى بيبدا يفكر في حاجه كده، والعامله بتنادي عليه بس بيطلع مش موجود. وبيروح لسليم وبيقول له مفتاح الجراج فين. وسليم بيقول له هتلاقيه تحت المخده. وبيركبوا العربيه، ويحيى بيقول لسليم عمك خد البضاعه من حاتم حرفوش وكان ناوي يصرف البضاعه دي بس مات، وكتب لنا في الجواب هتلاقي الورث تحت العفش، وكان سايب لنا مفتاحين، مفتاح فتح الجراج والمفتاح التاني دي بقى بتاع ايه. وسليم بيقول له يعني عمك كان قصده العفش بالعربيه كلها. وبيروحوا هناك وبيلاقوا باب تحت العربيه، وبيفتحوا بالمفتاح التاني وبيلاقوا شنط فيها الفلوس. وسليم بيقول يعني حياتي باظت علشان عمك كسل يكتب حركوا العربيه بالعفش اللي فيها. عمك ده راجل ابن. ويحيى بيقول له تعالى نقرا الفاتحه على روح عمك.
الله يرحمه. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تبخلش عنها باللايك والاشتراك، ولو بتحب الافلام الاجنبيه او المصريه او حتى الكرتون يبقى ده مكانك، دوس اشتراك واحجز مكانك لان لسه في ملخصات اقوى من كده. وسلام.